تعالوا نعمل بقلاوه بطريقه سهله وجديده، ولا دهان بقى ورقه ورقه، وهتطلع معانا مقرمشه ومورقه وكمان محشيه قشطه. اعملوا لها سيف عشان هتحتاجوها في رمضان، وتعالوا نشوف عملناها ازاي. اول حاجه هبتدي بالشربات، هسيب لكم كل المقادير في الوصف. هنزل بالسكر والميه وعصير كده نص ليمونه، وارفعه على النار لحد ما يغلي. واول الشربات ما يطلع رغاوي كده هنزل بفانيليا سائل. احنا عايزين الشربات بتاعنا تقيل. بعد ما صبيته واسيبه يهدى خالص. هنعمل قشطه غنيه بقى، هنزل باللبن والنشا واقلبهم كويس جدا، وعليهم رشه فانيليا سائل، ويا ريت بقى قشطه بلدي عندنا او معلبه هنزل بيها عليه. وهفضل اقلب الكلام ده على النار لحد ما يبقى معايا قوام بالشكل ده. ده قوام القشطه اللي احنا محتاجينه. هصبه في بوله واغطيه كده بستريتش، وهدخلها برده التلاجة ربع ساعه تهدى خالص عشان اقدر احشي بيها الجلاش بتاعي. نص كيلو لفه جلاش بقى، تكون طازه بقى فريش كده. ركزوا بقى معايا في الحته دي، احنا بنحدد في الاول التقطيعه اللي احنا هنقطعها على حسب حجم المربعات اللي احنا هنقصها. عايزه اقول لكم ان لفه الجلاش دي عملت معايا صاجين من البقلاوه المحشيه، والكميه دي كلها طلعت من لفه واحده. صاج بقى ادهنه بالسمنه كويس، وهبتدي اخد بالوايم كده من 5 ل6 ورقات، هفتحها من النص واحشيها بمعلقه كده من القشطه. القشطه هتكون بردت وقادره ان انا احشي بيها، وهقفلها كده زي الحجاب بالشكل ده، وهبتدي ارتبها كده في الصينيه زي ما انتم شايفين في الفيديو. ولما اخلص بقى الكميه كلها هكون مسيحه كده طبق من السمنه، وهبتدي انزل كده انقط بالفرشه على البقلاوه بتاعتنا، واسقيها كويس جدا بالسمنه. ودي طريقه حقيقي بتخلي البقلاوه هشه ومورقه اكتر كمان ما بندهن ورقه بورقه. اهم حاجه بس تكونوا متاكدين ان هي اتغلفت حلو ووزعتوا السمنه كويس على الصاج. فرن سخن بقى، وهدخل الصاج بتاعي. اول ما ياخد اللون الجميل ده زي ما انتم شايفين، بصوا اتنفخت ازاي وورقت. وهي سخنه بقى هنزل بالشربات التقيل اللي هو سيبناه في الثلاجه، ورشه مكسرات كده حسب الرغبه. وصفه للبقلاوه لذيذه جدا، ما تفوتوهاش.